فندخل بقى على الكاميرات بتاعتنا. الموبايل ده يا جماعه كان صادم جدا بالنسبه لي في موضوع الكاميرات، خصوصا انه كده بقى متكامل من وجهه نظري. بالنسبه للكاميرا الاساسيه عندنا بتيجي 50 ميجا بكسل مع فتحه عدسه 1.9، وخد بقى الكبيره كده زي ما مكتوب وانت شايف على ظهر الموبايل ان الكاميرا دي مثبته بصريا. الكاميرا الاساسيه يا جماعه بتدي نتائج تطير العقل اقسم بالله، مع الثبات الرهيب حتى لو انا ايدي مش ثابته، الا ان معالجتها والوانها ممتازه جدا. كمان الفوكس فيها جبار يا جماعه، وكميه تفاصيل ما شاء الله تملى العين بحلاوتها. وكمان الزوم اللي لحد 10 اكس ممتاز وبرضه بيطلع تفاصيل ممتازه. وكمان تصوير الفيديو عليها اسطوري ثابت جدا، مع ان انا ايدي كانت بتتهز كتير وكنت بتحرك وانا بصور الفيديو. والفوكس حتى مع تصوير الفيديو اسطوري وسريع جدا، وحتى معالجه الالوان محترمه جدا 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 وسريعه. كمان المعالج مع الكاميرا مع السوفت وير الحقيقه عاملين اداء جبار. اما بقى بالنسبه للكاميرا الالترا وايد عندنا اللي بتيجي بدقه 13 ميجا بكسل مع فتحه عدسه 2.2 اللي الحقيقه كانت صادمه مبهره ليا جدا هنا. صورها حلوه والوانها كويسه والزاويه ممتازه، وتصوير الفيديو فيها جميل جدا وبرضه متعوب عليها من حيث السوفت وير. اما بقى بالنسبه للكاميرا الاماميه عندنا اللي بتيجي بدقه 32 ميجا بكسل مع فتحه عدسه 2.2 اللي الحقيقه اختباري ليها كان قاسي شويه في الاول. جربت اصور صور جوه الاستوديو مع اضاءه صعبه ورخمه، بس كانت نتائجها برضو كويسه مش وحشه. اما بقى لما طلعت بره في اضاءه طبيعيه كانت النتائج ممتازه جدا جدا جدا. الحقيقه الموبايل ده بيقدم منظومه كاميرات ممتازه جدا جدا جدا، وصور وفيديوهات حقيقي جميله ما شاء الله عليها.